طبعا زكية المنصوري رئيسة المهرجان الدولي لتخييم الفنون والرياضة في الرمال في الدورة الثانية. السنة العروض متاعنا متنوعة. عندنا سهرة الافتتاح سيحييها الفنان العربي أحمد سعد نهار 1 جويلية 2023 في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. حفلة كبيرة حضرنا لها بالليل. الحفلة هذه جزء من مداخيلها باش نمشيو نعملوا بها الحملة الوطنية في على الأطفال ضد العنف والسلوكيات المضرة. من بعد في حفلة أحمد سعد اللي جاي من بعيد ينجم يمشي معنا للرمال، وفما المخيم العالمي، عنا مخيم في غابة الرمال ومخيم على البحر على شط الرمال، وفما أيضا الإقامة في مركز التربصات والتخييم والاستياف عبارة على ميزون دوت في قلب الغابة. حلو برشا الأجواء. عندنا فيها برمجة متنوعة، برمجة سباحية رياضية. عندنا الكاياك، الفوال، الغوص، الاكواجيم، الفتنس للناس الكل اللي باش يكونوا موجودين على البحر. بارتي بيتش، وفي الليل سواري دي جي وعروض ثقافية في المساء. عروض عندنا من الجزائر ومصر ومن ليبيا من فلسطين، وطبعا العرض اختتام تونسي الفنان شريف علوي والمحفل في الاختتام. شنو نحب نقول انا بخلاف البرمجه هذه؟ نحب نحكي على الخوارق والمشاكل اللي في وزاره الثقافه، الشؤون الثقافيه اللي تهم التعامل مع الشأن الثقافي بصفه عامه. نحن كصحفيين وانا اعلاميه اساسا، انا هنا بصفتي كمديره مهرجان، فانه يعني راهي هذا القطاع اذا كان باش يمشي بالطريقه هذه راهو الشأن الثقافي ماشي في الانحدار.